افضل 3 موبايلات هتشغل لك بابجي 60 فريم باداء محترم جدا. عايزك تركز معايا في الفيديو ده لان جايب لك افضل 3 موبايلات معظم اللاعبين بيشتروهم في الوقت الحالي عشان بيقدموا اداء ممتاز جدا بالرغم انهم قدام جدا. عندك الموبايل الريلمي 6، واحد من افضل الموبايلات اللي نزلت من فتره وكان بتقدم اداء عالي جدا وبيشغل لك بابجي 60 فريم باداء ثابت واداء محترم. ما يعيب الجهاز فقط انه كان بيسخن وحرارته كانت بترتفع مع الاستخدام الطويل. فعايزين نركز في المواصفات الخاصة بالجهاز. اولا المعالج جاي سومان النواة هيليو جي 90 تي بتكنولوجيا تصنيع 12 نانومتر، ودي اللي بتسبب ارتفاع درجة الحرارة. كل ما تكنولوجيا التصنيع تكون عالية، الرقم اللي هو 12 او 13 او 14 يكون عالي، فالمعالج بيستهلك من البطارية، فعشان كده بتلاقي الجهاز بيسخن معاك. ركز في النقطة دي كويس جدا لو انت بتشتري جهاز جديد. عندك الجهاز بيجي بنوعين من الرامات، 4 جيجا رام و8 جيجا رام، ومساحة تخزين واحدة ل 128 جيجا بايت. عندك الكاميرات، عندك كاميرا خلفية رئيسية 64 ميجا بكسل وكاميرا أمامية 16 ميجا بكسل. عندك الشاشة تأتي 6.5 بوصة بدقة فول اتش دي اي بي اس، شاشة ممتازة جدا بالنسبة لسعر الجهاز. نظام التشغيل اندرويد 10. البطارية 4300 ملي امبير، حاجة ممتازة جدا. سعر الجهاز لو هتشتريه مستعمل في الوقت الحالي بيلعب من 5000 جنيه ل 6000 جنيه، ده سعر الجهاز لو انت هتشتريه مستعمل لان مفيش منه جديد في الوقت الحالي. تاني جهاز معانا هو الايفون 8 بلس الغني عن التعريف، جاي بمعالج سداسي النواة ابل 11 بايونيك. التخزين والرام جاي برامات 3 جيجا رام، وجاي نسخة 64 جيجا بايت ونسخة 256 جيجا بايت، فخليك دايما في الايفون في النسخة الاعلى اللي هي 256 جيجا بايت. عندك الكاميرات الخلفية 12 ميجا بايت، وعندك الامامية 7 ميجا بايت. الشاشة تأتي بقياس 5.5 بوصة، وكلنا عارفين ان شاشة الايفون 8 بلس تعتبر صغيرة شوية لان النوتش كبير. جاية بدقة 1080 في 1920 بكسل، ودي دقة ممتازة جدا. عندك نظام التشغيل iOS 11، والبطارية 2600 ملي امبير. الموبايل ده بيكون في حدود من 6000 جنيه ل 8000 ونص لو انت هتشتري اي نسخة من نسخ الجهاز، فهتلاقي دي السعر اللي موجود في السوق حاليا بالنسبه للمستعمل. انصحك بيه وبشده لان الجهاز ده محترم جدا وبيشغل ببجي لغايه دلوقتي باداء محترم جدا. ومعظم اليوتيوبر اول ما بيجوا يبداوا بيجي يشتروا الايفون 8 بلس عشان يبداوا عليه. تالت جهاز معانا هو الايفون الاكس ار، المعالج ابل اي 12 بايونيك، وهو اعلى من المعالج الخاص بال8 بلس. التخزين والرام جاي برامات 3 جيجا بايت رام، وجاي بثلاث مساحات تخزين 64 جيجا بايت و128 جيجا بايت و256 جيجا بايت. الكاميرات الخلفيه 12 ميجا بايت والاماميه 7 ميجا بايت. الشاشه اكبر من شاشه الايفون 8 بلس، جاي الشاشه 6 بوصه بدقه 828 في 1790. نظام التشغيل الاي او اس 12. البطاريه 2900 ملي امبير، اكبر من بطاريه الايفون 8 بلس، غير ان الشاشه بتاعته حوافها قليله فهتنفعك جدا في الالعاب. ودول يعتبروا افضل 3 موبايلات في الوقت الحالي معظم الناس بتشتريهم. وكده كده هنزل لكم سلسله كامله عن افضل موبايلات، يعني ما تستغربش كل يوم ممكن انزل لك اصلا فيديو عن افضل موبايلات بتشغل 60 فريم في الوقت الحالي. وكده يا شباب يكون وصلنا لنهايه فيديو اليوم. لو عجبك المقطع ما تبخلش على بلايك واشتراك في القناه وتفعل زر الجرس، لان عايزين نوصل بالقناه دي لاكبر عدد ممكن من المشتركين. دمتم في رعايه الله.